السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نهضروا على البطل ديال السعودية، بطل الدوري السعودي وبطل كأس الحرمين الشريفين وقاهر كريستيانو رونالدو، إنه ياسين بونو من الوداد إلى العالمية. كيف ذلك؟ بقوا معنا باش نشوفوا منين داز ياسين بونو توصل العالمية، وشنو هما الأرقام اللي حقق في المسيرة ديالو. ياسين بونو بدات المسيرة ديالو مع الوداد البيضاوي سنة 2010، حقق معه الدوري المغربي ووصيف بطل إفريقيا في 2011 رفقة الوداد. تحول إسبانيا ولا بطل إسبانيا 2014 مع أتلتيكو مدريد، وبطل السوبر الإسباني رفقة أتلتيكو مدريد نفس العام أي 2014. بطل يوروبا ليج 2020 مع إشبيليا، بطل يوروبا ليج 2023 مع إشبيليا، وصيف بطل السوبر الأوروبي 2020 مع إشبيليا، وصيف بطل الدوري الأوروبي رفقة إشبيليا 2023. ومن بعد تحول للدوري السعودي، حقق الدوري السعودي رفقة الهلال 2024. ياسين بونو بطل كأس السوبر السعودي مع فريق الهلال، رابع كأس العالم رفقة المنتخب الوطني المغربي في قطر. هادو إنجازات جماعية، أما إنجازات شخصية فهما كثير جدا. نذكر منها: حصل أفضل لاعب إفريقي بأوروبا شهر نوفمبر 2018، وكذلك أفضل لاعب بجيرونا شهر فبراير وأكتوبر 2018، أفضل حارس باليوروبا ليج سنة 2020، واختير ضمن الفريق المثالي ليوروبا ليج نفس السنة أي 2020، اختير ضمن الفريق المثالي لإقصائيات الكان 2021، واختير كأفضل حارس في الذهاب من الليغا 2021، أفضل لاعب إفريقي بالليغا سنة 2022، واختير ضمن التشكيلة المثالية للليغا نفس السنة 2022. جائزة زاموراي أفضل حارس في الليغا سنة 2022. الثالث في دوبيست لأفضل حارس في العالم 2022. أفضل لاعب في مباراتين بكأس العالم الأخيرة بقطر. الثالث في جائزة أفضل حارس في كأس العالم 2022. واختير ضمن الفريق المثالي للأفارقة في كأس العالم 2022. واختير ضمن الفريق المثالي للأفارقة سنة 2022. أفضل لاعب بإشبيليا شهر يناير وماي 2023. أفضل لاعب في نهائي اليوروبا ليج 2023. واختير ضمن الفريق المثالي لأوروبا ليج 2023. واختير ضمن الفريق المثالي المغاربي سنة 2023. جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في إفريقيا 2023. أفضل حارس في إفريقيا سنة 2023. المرتبة 13 في القائمة الكرة الذهبية سنة 2023. أو الثالث في جائزة أفضل حارس في العالم 2023. إنجازات بونو تتكلم عليه، ومرشح للظفر بالكرة الذهبية الإفريقية سنة 2024.